فاكرين ديت رقم واحد هنا الهاندويل والميدويل مش كاملين. رقم اتنين الراجل اللي ايه اللي ما يشيلش الاحمال، الراجل ده ما يشيلش الاحمال ديت كلها، وان الراجل ده لازم يلبس ايه معدات وقاية ايه الشخصية، ان الراجل اللي مش لابس معدات الوقاية الشخصية يلبسها. طيب تعالى نركز مع بعض كده. رقم 3 هذا رقم 3 قالك هنا المفروض في حواجز، ما ينفعش الست دي وابنها يخشوا موقع انشاءات. عندك رقم 4 ما ينفعش السقالة تتعمل، ينفعش السقالة تتعمل وتحتها حفر. رقم 5 كابل الكهرباء، كابل الكهرباء ده يتشال. رقم 6 الكم بتاع الحفر ده يبقى اقل شوية عشان ما ينهوش جوه الحفر. كمان نعمل حواجز حوالين الحفر. احنا اتكلمنا في الكم بتاع الحفر ده يبقى اقل شوية عشان ما ينهوش جوه الحفر. كمان نعمل حواجز حوالين الحفر. احنا كده اخدنا الريسك اسسمنت كنترول والتحكم بالتسلسل. حد كان بيسألني سؤال، لو عندي سقالة كاملة هندريل ومدريل، السؤال لو قال لي عندي سقالة كاملة هندريل ومدريل وتوربوت ينفع اطلع واشغل عليها حد من غير حزام الامان؟ ينفع اذا كنت بتطبق القوشة والحواجز بتاعتك كلها كاملة والمشاية متغطية بالخشب، متغطية بالخشب بالكامل، مفيش داعي للحزام الا اذا سياسة الشركة عندك. طيب الا اذا سياسة الشركة عندك او الشركة اللي انت شغال معاها، انت كمقاول شغال مع شركة معينة انها بتلزمك انك انت تلبس الحزام. تمام، لو مكتوب كده في الاتفاقية اللي ما بينكم يبقى لازم نلبس حزام. اذا مفيش حاجة مكتوبة في العقد يبقى حماياتك والسقالة تكون كاملة، السقالة كاملة.